بدأت تتحرك بخطوات محسوبة في اتجاه حدود القدس. قائد العملية وهو شخصية مخضرمة معروفة بالحنكة العسكرية كان بيراقب الخريطة الضخمة جوه غرفة القيادة وبيقول النجاح هنا مش هيكون مجرد تحرير مدينة، دي رسالة لكل العالم إن القدس عربية وهتفضل عربية. لازم نخلي كل خطوة محسوبة. وعلى الأرض كانت الدبابات بتتحرك بتنسيق كامل، والطيارات الحربية كانت بتحلق في السماء وبتأمن الطريق للقوات البرية. الجنود العرب كانوا واقفين على أهبة الاستعداد وأعلام دولهم بترفرف جنب العلم الفلسطيني. وبدأت المعركة. في الساعة الأولى حاولت القوات الإسرائيلية إنها تشن هجوم مضاد شرس باستخدام أسلحة متطورة ودعم لوجستي قوي جدا، لكن طبعا القوات العربية كانوا عاملين حسابهم ومستعدين. قائد فرقة المشاة قال في اللاسلكي اوعوا تتراجعوا يا رجالة مهما كان، دي لحظة حاسمة واحنا متفوقين عليهم بأعدادنا وبإرادتنا. وفي ميدان المعركة الجنود العرب كانوا بيثبتوا في كل لحظة إنهم مستعدين، وده عن طريق تقديم أرواحهم في سبيل القدس. واحد من الجنود شاب مصري شايل علم فلسطيني طلع فوق دبابة مدمرة وقال كده بصوت عالي كلنا فدا القدس. وفي نهاية اليوم مع غروب الشمس بدأت الأصوات تقل بالتدريج. القوات العربية رسميا بقوا في القدس ورفعوا أعلامهم العربية مع العلم الفلسطيني فوق أسوار المدينة. الناس بقت بتجري في الشوارع تحتفل والهتافات كانت مالية الدنيا، الناس فرحانة. وبعدها بأيام يوصل القادة العرب في وفد ضخم ويدخلوا جوه المسجد الأقصى ويعلنوها بشكل رسمي تم تحرير القدس. وبيتكلم القائد الشاب اللي هو الشخصية التخيلية لو فاكرينها، احنا النهارده اثبتنا للعالم كله ان القدس ارض عربية ونفديها بدمنا